الله، شايفين هي القوام تبعه. هلا اليوم لنساوي المايونيز بالبدايه لازمنا صفار بيض، لازمنا زيت نباتي، خل ابيض، عصير ليمون، ملح، ديجون ماسترد. هدول اساسيين مشان نعمل مايونيز. رح نساوي طريقه مايونيز كانه عم نساويها بمطاعم، رح تتعلموها على الاصول. هلا نحضر المايونيز، رح نحضره بالطريقه الكلاسيكيه. شو رح نساوي؟ رح نجيب اول شيء صفار البيض. هلا المايونيز على فكره ممكن يصير صفار البيض، ممكن يصير بيض كامل. رح نجيب صفار البيض ونحطه بقلب الخفاقه. هلا الخفاقه بتساعد انه المايونيز ما يفرط، ممكن يصير بالخلاط بس في عنده نسبه لواحد انه يفرط. هلا اول شيء شو رح نساوي؟ اول شيء رح نحضر المايونيز. رح نحط صفار البيض مثل ما قلت لكم. بعد ما نحط الصفار البيض رح نحط خردل. رح نحط تقريبا معلقة صغيرة خردل. اوكي، رح ننزل عليهم هيك بسم الله، وحنشغل الخلاط. هلا بعد ما طلع عنا صفار البيض شوي شو رح نساوي؟ رح نبلش ننزل الزيت النباتي مثل الخيط شوي شوي. تمام، بسم الله. وهلا بعد ما جمع معي المايونيز يا جماعة رح اضيف عليه الخل الابيض وعصير ليمون ورشة ملح، وهيك يكون عندي اطيب مايونيز نحن سويناه بالبيت. تمام تمام. شوف كيف القوام تبعه. الله، شايفين هي القوام تبعه. اكيد المايونيز لازم يكون لونه عصفار. لما بيكون مايونيز لونه ابيض او بياض معناتها مستخدم الواحد بيض كامل. مشان تعرفوا هذا مايونيز الكلاسيكي الاساسي الفرنسي. شايفين؟ لو عجبكم المقطع او حبيتوا محتوى الفيديو لو سمحتوا انزلوا لتحت اعملوا شير وسبسكرايب للفيديو. بكبر فيكم وان شاء الله نعمل شيء احسن واحسن. والسلام عليكم.